أكثر سؤال محيرني شو قاعد بيسوي أبو زهير هسع بعد ما طلع من الحكومة؟ معقولة يصير زينا يعني يلبس بيجامة مخططة أو مرسوم عليها الكابتن ماجد ويطلع على برميل يلقط دوالي للمدام؟ ولا راح يصير زي نص المتقاعدين يلبس طاقية ودشداش من اللي بعضن هذول وبروح يصلي الظهر والعصر والمغرب وهو مروح يطبطب على بطيخة ويدحلها على بطنه عدم المؤاخذة؟ المنصب ما بدوم لك، بدوم لك السيرة الطيبة. أنا بحكيش عن شخص محدد، بحكي عن كل مسؤول ظلم وقسى وكذب وزور ونافق وخذل ناسه ووطنه. هسا اللي قدمه بالشارع بيشوفه، واللي ما شافه بالشارع بيشوفه بضميره يوم يطل بالمراه. وإذا كان ضميره ميت الله حي بيشوفه يوم يهيلوا عليه التراب ويطرقوا مناسف على روحه بعد أقل من نص ساعة. راحت حكومة وجت حكومة، ومشان ما حدا يقول أنتوا بتتشاطروا على اللي بروح، كل المشاهدين بيشهدوا أنه كنا نقاتل والحكومة بقوتها وسلطتها، مش لأننا حابين نشاغب ولا حابين نظهر، لا والله، لأنه برقبتنا في أمانة لازم نأديها وما نوطي صوتنا قدام حدا. الوطن أكبر مننا كلياتنا، وإذا ما انتصرنا له هسع ما بدنا ننتصر له. ما بتهمني الأسامي وعمرنا ما دققنا فيها، أصلا كل الأسامي صغيرة قدام اسم الأردن. راح نسور، إجا هاني، راح هاني، إجا رامي، ما بتعني لنا كثير. اللي بيعني لنا شو قدمتوا للأردن وشو راح تقدموا للأردن. راح تكونوا على روسنا من فوق إذا خففتوا عن هالشعب وريحتوا الناس وكنتوا صادقين معهم، إذا صلحتوا خراب الاقتصاد، أو راح تكونوا على مرمى الانتقاد إذا دقيتوا على صدوركم وما كنتوا قدها. مش مهم تصير دولة أو معالي، المهم لويش راح تصير دولة أو معالي. والله البلد قرفانة مناصب وقرفانة خطط، البلد بده تنفيذ. وارجونا على أرض الواقع شو بدكم تسووا، والأهم من الحكي الفعل. كلنا شاطرين بالحكي بس مين بده ينفذ؟ الحكومة الجديدة من شكلها زي تشكيلة المنتخب الوطني، مطمئنة ومتوازنة بس ما بتجيب بطولات. كيف بدها تجيب بطولات؟ عمرها كله 4 أشهر، يعني زي حبل النعاج، النعج بتحمل 5 أشهر وبتنفس، وهاي الحكومة 4 أشهر ومروحة. شو بدها تسوي بال4 أشهر؟ كمان كيف بتروح حكومة تنسور وما بتتحاسب على اللي قدمته؟ في ظل دول بالعالم تمشي على السبهلة لغيرنا، مش في كتاب التكليف بيطلب منها عشرات النقاط، وينهن؟ مين المسؤول انه يقعد معها ويجرد شو انجزت وشو ما انجزت؟ اذا انجزت بتتكافئ واذا ما انجزت بتتحاسب. ليش بتروح بدون ما نقول لها منين جبتيني ال 35 مليار دولار؟ منين؟ كمان اي سياسي هاي تتعدى الحكومة، بيجي وزير بيقعد 40 يوم وبيروح وباخذ راتب مدى الحياة. 40 يوم وزير، بالله عليك وليش جبتوه اذا بدكم تعدلوه؟ 40 يوم، اي النفسة بدها 45 يوم تتصحصح، هذا 40 يوم وقبعتوه. كمان نسور شال حماد لأنه بحبهوش، جاب الملقي حماد لأنه بحبه، النسور جاب الشواربي لأنه بحبه، شال الملقي لأنه بحبهوش. هاي سياسة ولا منيو تبع مطعم تلغي وتطلب على كيفك؟ والله العظيم مرات بحسد حالي بقول حكوماتنا حرام يكونوا في الأردن. ها وين يكونوا العاد؟ في الجويدة. يا حكومة يا جديدة، شو عندكم برامج؟ تعالوا ورجونا. والله مرارتنا فقعت قد ما تبدلت وجوه علينا. في برامج أهلا وسهلا، فيش برامج بديش تقعدوا تتمتشكوا بحناجكم وسوالف بالعموميات، ترى قلبي ذايب من التنظير. العالم تتقدم واحنا مكانك سر، ما بنتقدم غير بالعمر والمديونية. عند العالم ميت من جوع، العالم انتعن أمه على أبوها، العالم مش لاقي توكل، وكل يوم حكومة في قاع حكومة. يا زلمة العالم بطل تتحمل. باسم كل الموجوعين بهالوطن، باسم كل المحبطين، مش راح نسامحكم ولا نسامح اللي قبلكم إذا قصرتوا بحق هذا الوطن وهذا الشعب. والله ما راح نسامحكم بوجعنا وجوعنا وأحلامنا لو استلمتوا آلاف الأوسمة ومليون رسالة إشادة. ولكم بكفي، بدنا نصير دولة مثل البشر مشان الله.